شفت عندكم انه المتعة حلال. حتى في كتب السنة حلال. لا والله العظيم حلال. تتدلل خدمتك. الآن بما أن القرآن نزل في عهد رسول الله، لماذا الصحابة كانوا يتمتعون في عهد أبو بكر وعمر؟ ليكونا في عهد رسول الله حرمت. أين يا علاء؟ الرواية، الراوي جابر بن عبد الله، المحدث صحيح مسلم، رقم الحديث 1405. خلاصة حكم المحدث صحيح. قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئنا في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله. واحد وأبي بكر وعمر، يعني كانوا يتمتعون في عهد أبو بكر وعمر وهي حرمت في عهد رسول الله. ماذا نقول على هؤلاء الصحابة؟ بعد ما نزل تحرم كله. حرم رسول الله، آمنا بالله. في عهد أبو بكر وعمر ليش تتمتع الصحابة؟ مين قال لك انه تمتعوا؟ هذا يقول قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئنا في منزله، الصحابة يقولون فسأله القوم ذكروا المتعة فقال نعم استمتعنا على عهد رسول الله. راى عهد رسول الله، بعد عهد رسول الله خلافة أبي بكر وأبي بكر ثم خلافة وعمر. لماذا يتمتعون في عهد أبو بكر وعمر وهي حرمت في عهد رسول الله؟